السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة هعمل لكم صينية بطاطس بريحة زمان. صينية بطاطس بطريقة ماما ربنا يديها الصحة والعافية باللحم. يلا نبتدي في صينية البطاطس على ما اللحمة تتسلق. بص، هنا بطاطس اهي مقطعاها زي ما انتوا شايفين حلقات كده، والبصل نفس الموضوع. معانا معانا ملح ومرقة دجاج وفلفل اسود وسبع بهارات بس، مش اكتر من كده. نعمل زي ما اتعودنا، نفرك كل ده مع بعض. خليكم معايا. فركت البصل بالبتاع دوت بالتوابل بالبطاطس الحلقات. بعد كده نعمل حلوين، نجيب النص ليمونه بتاعتنا اللي احنا محضرينها. ايوه، ماما كانت بتحط عصره الليمونه دي لازم. وبعد كده نجيب معلقه سمنه محترمه اهي، حبه كمان عشان تبقى بتاع زمان كانوا مش بيحطوا السمنه حلو كده، حبه حلوين محترمين. ونقلب ده كله على بعضه، ونحط معاه كمان الفلفل الحار حكايه. يلا بينا على النار. كده انا حطيتها على النار. نشوح بقى البطاطس بالبصل بالسمنه، تاخد كل الطعم. احنا ما بنحطش الطماطم على اللحمه دلوقتي، نشوح كل ده الاول. خليكم معايا. المرحله دي وصلنا للمرحله دي اتغير منها ازاي دلوقتي. نضيف معانا بقى اللحمه بتاعتنا. نشيل ورق اللوري بتاعت اللحمه دي ونشوحها تاني قبل ما نحط الطماطم. بصوا الجمال، والله الاكله دي بتفكرني بايام زمان لما الواحد كان لسه صغير وبياكل على الطبليه. ريحه انا شامه كده صينيه بطاطس زمان كنا بنحطها على الطبليه كده، وكنا انا واخواتي نتلم عليها قبل ما كل واحد يبقى في بيته. بصوا الجمال. يا سلام يا ماما على احلى صينيه بطاطس بطريقه. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. خليكم معايا. كده اتشوحت اللحمه معاها تمام. نحط بقى معانا الطماطم بتاعتنا مطلعينها من الفريزر. طبعا زمان ما كانوش بيحطوا في الفريزر طول الوقت زينا. بس هنسيب بقى الطماطم دي تتسبك. هي شويه صغيرين كده، هلاقي الطماطميه دي فكت. نسيبها شويه صغيرين وارجع لكم. كده الطماطم زي ما قلت لكم فكت خلاص. التكه برضو بتاعت كمان عشان يبقى احلى صينيه بطاطس كانوا بيحطوا توم صحيح، بيدي طعم تاني. عشان نرجع للزمن لورا وناكل احلى صينيه بطاطس وشويه رز ابيض، مفيش احلى من كده. نسيبها بقى على النار لما تستوي نحطها في الفرن. يلا بينا. كده وصلنا للمرحله اللي هنحطها في الفرن. بصوا الجمال، بصوا خليكم معايا. نحطها في الفرن وبعد الفرن اوريها لكم. وخرجنا احلى صينيه بطاطس باللحمه بتاعت زمان وطعم زمان وريحه زمان. ولازم تعملها في صينيه ألمونيا زي زمان، ومعاها الرز الابيض. بصوا، يا ريت تجربوها، هترجعكم لايام الطبليه وانتوا صغيرين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وكفايه عليا انكم متابعيني. سلام عليكم.